من الضروري التأكد من حصولك على ما يكفي من المغنيسيوم والبوتاسيوم، سواء في نظامك الغذائي أو المكملات الغذائية أو كليهما. التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين د. وإذا كنت ستتناول مكملات فيتامين د، فعليك استخدام فيتامين د3 وليس فيتامين د2. ومن ثم التأكد من حصولك على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، ويفضل أن يكون ذلك في نظامك الغذائي. ولكن إذا كان لابد من تناول كبسولات أحماض أوميغا 3 الدهنية، فهذا خيارك. أفضل أن تأكل طعاما حقيقيا وتحصل على أوميغا 3 وفيتامين د والبوتاسيوم والمغنيسيوم على أن تتناول المكملات الغذائية وتتجاهل نظامك الغذائي. والآن، دعونا نتحدث عن الأمرين اللذين سيبطئان أو يعكسان أو يعالجان الاعتلال العصبي المحيطي تماما لدى غالبية الناس. والآن ستكون هناك استثناءات إذا كان لديك أحد الأسباب الغريبة التي تحدثت عنها سابقا. لكن بالنسبة إلى 80 أو 90% من الأشخاص الذين يعانون من فرط سكر الدم، والإصابة بالتهاب مزمن وغير مناسب، ووجود جهاز مناعي مشوش، هذه هي الأسباب الثلاثة الرئيسية لغالبية آلام الأعصاب الطرفية على الأقل.